تخيل ان الموبايل اللي ممكن يخلي طفلك يتأخر في الكلام يكون هو سبب ان طفلك يتقدم في الكلام وتكون مهاراته الذكائية والإدراكية اعلى بكتير. تعال اعرفك في الفيديو ده تعمل ايه بالظبط. كلنا عندنا نفس المشكلة. الموبايل، سيب الموبايل، هات الموبايل، خد الموبايل. الموبايل بيسبب توحد، الموبايل بيأخر الكلام، الموبايل بيسبب تشتت، الموبايل والموبايل وما عادش ورانا غير الموبايل. والاطفال تيجي تاخد الموبايل منه هيعيط، تيجي تاخد الموبايل منه هيزعق، تيجي تاخد الموبايل منه هيخبط ويدبدب في الارض. طب الحل فين وهنعمل ايه؟ ازاي استخدم او اخلي الموبايل يكون موجود معانا في حياتنا وفي نفس الوقت استخدامه يبقى صحيح ويفيد الطفل قبل ما يضره؟ الموبايل ده أداة، هتستخدمه بشكل صحيح هيديك أداء عالي وحاجات لطيفة. لو استخدمته بشكل خاطئ وبشكل فيه أوقات مش مظبوطة هيبقى ضرر كبير جدا ليك ولطفلك ولأي حد. انت نفسك لو قعدت فترات طويلة تستخدم الموبايل، لو انت بتذاكر مش هتذاكر كتير، لو انت في الكلية مش هتبقى مهتم، لو انت في اي حاجة، لو انت في الشغل ومديرك شافك ماسك الموبايل لفترات طويلة اكيد ده هياخد من وقت شغلك. فبالتالي الموبايل بشكل عام مش بس الاطفال، استخدامه بشكل مكثف او كبير حاجة خاطئة جدا. كمل الفيديو للاخر واسمع الخطوات تباعا. ولو بتشوفنا لاول مرة اعمل فولو للصفحة واعمل لايك للفيديو وتابع معايا الشرح. اول حاجة الكو فيوينج او المشاركة اثناء الفرجة. يعني ايه؟ يعني اوعى تخلي طفلك يتفرج على الموبايل لوحده، اوعى تسيبه يشوف موبايل لوحده. يعني ببساطة ما تجيبلوش موبايل لوحده، خلي موبايل عندك او اذا كان له موبايل، وانا ما بفضلش كده خالص، يبقى يتفرج انت وهو في نفس الوقت، او موبايلك او موبايل ماما. يعني لازم نشوف الموبايل مع بعض. طيب دي اول حاجة. اول نقطة ما ينفعش يشوف خالص لوحده، لازم يكون في حد بيشاركه في الفرجة. طب ليه؟ لان فكرة ان الطفل يبقى قاعد مستقبل فقط بدون اي تفاعل، قاعد بياخد بيتملي، ده مش هيفيد الطفل. احنا عايزين فيدباك، يعني خد وهات. الطفل يسمع، يرد، يتكلم. طيب انا وانا قاعد جنبه بفرجه، دلوقتي بنتفرج على حاجة معينة، بنتفرج مثلا على فيديو فيه فواكه، فشاف تفاحة، شايف التفاحة دي، شايف لونها جميل ازاي؟ انت عارف لونها ايه؟ لونها احمر. طيب انت عارف الموزة دي مين بياكلها؟ القارد. طب انت عارف لونها ايه؟ دي لونها اصفر. احنا عندنا موز، تعال نشوف كده، نفتحه من جوه ونشوف شكله ايه. طيب انت فاكر لون التفاحة كان لونها ايه؟ لونها احمر. طب تعالى كده اما اشممك ريحتها، وتجيب له تفاحة تشممه ريحة التفاحة. طيب انا عملت ايه؟ اتكلمت معاه، ناقشته، سمعت منه، هو سمعني، اتكلمنا في الاسم بتاع الحاجة اللي بيشوفها، عرفنا لونها، عرفنا مين بياكلها، وعملت له تفاصيل من حتة فيديو صغير او من حتة صورة ظهرت قدامه. رقم 2، المحتوى اهم من الوقت. يا فرحتي لو انت بتقعد طفلك لمدة نص ساعة بس ومشغل له فيديوهات بتاكل دماغه. يعني ايه بتاكل دماغه؟ في فيديوهات ايقاعها سريع جدا، سريع 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 سريع، الوان مبهره وفجه جدا 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 جدا، حاجات بتتكلم بسرعه، لغه ولهجه غير لغه الطفل ولهجته الاصليه. يعني مصري يسمع لغه شاميه وسوريه، مع احترامنا ليهم طبعا، لكن يفضل ان الطفل يتعلم اللغه بتاعته، وكذلك الامر بالعكس. كذلك الامر لو طفل مصري وفي بدايته قبل سن 5 سنوات، لا يفضل انك تسمعه اغاني اجنبيه طول الوقت، لانه هينسى اللغه الاصليه. وفكره ازدواج اللغه في نفس الوقت ده مشكله. ما ينفعش الطفل يسمع لغتين في نفس الوقت، او يتكلم لغتين في نفس الوقت، او يتعلم لغتين في نفس الوقت. لازم لغه واحده ونركز عليها. طيب يبقى نتجنب الفيديوهات السريعه جدا واللي ايقاعها سريع، اللي فيها اصوات فجه وعاليه جدا، وفيها بيسموها موسيقى يعني الكترونيك، او موسيقى عاليه وزياده عن اللازم، والايقاع بتاعها سريع. يعني انت بتحس ان انت متلهوج. والطفل نفسه لما بيجي بعد كده بيسمع الفيديوهات دي لفترات طويله، تيجي تتكلم معاه بشكل طبيعي او بطيء او بتسمعه، هو مش هيسمعك، هيزهق منك، لانه عايش حاجه بنفس الايقاع. متلازمه التيك توك، متلازمه الريلز، متلازمه الفيديوهات السريعه، اللي هو انت ما بتبقاش طايق هتسمع حد لمده اكتر من دقيقه، دقيقه ونص. هو نفس الفكره مع الاطفال، فما تعودش طفلك على هذا الموضوع. كمان لازم تبقى كنترول جدا على المحتوى اللي الطفل بيشوفه. ما ينفعش كل طفل يبقى انا بشغل له حاجات كرتون فتبقى مفيده، لا مش بالضروره. في حاجات كرتون مش مفيده، في حاجات بتبقى موجهه للاطفال ومش مفيده. لازم الفيديوهات تكون المخارج الالفاظ فيها واضحه وصريحه. يعني انا بشوف كرتون كده معين بالمناسبه، يعني في كرتون معين انا بشوفه على احدى القنوات، الكرتون الشخصيه اللي جواه كل كلامها غلط. يعني ايه؟ يعني عن قصد.
الشخصيه نفسها عندها لدغات وعندها بعض الاوقات في خنف، فتسمع الكلام الطفل، الاقي الطفل بيسمع مبسوط جدا وهو كرتون وبيتكلموا عن حاجات طفوليه، لكن الطفل بعد شويه الاقيه بيقلد الطفل، بيقلد الخنف، بيقلد الشخصيه الكرتونيه، اسف، الاقيه بيقلد الخنف، بيقلد الاصوات البايظه. يبقى انا استفدت ايه؟ اهم حاجه المحتوى اللي بيشوف الطفل. وقلنا زي ما قلنا كده تاني، نعيد تاني، الجمل بسيطه، الحركه بتاعته بطيئه مناسبه لسن الطفل، الايقاع ابطا ومناسب لسن الطفل. ما ينفعش الطفل يبقى اقل من 5 سنين واسمعه اكشن، اسمعه حاجات فيها زومبي وفيها دم، اسمعه حاجات فيها قتل واستخدام لالفاظ سيئه جدا. تفاعل، اسئله، تكرار. تفاعل، اسئله، تكرار. يعني ايه؟ يعني تفاعل مع طفلك وهو بيتفرج، اساله وهو بيتفرج، كرر عليه الحاجات وهو بيتفرج. يعني لو ماسك الموبايل بيلعب لعبة معينة فيها ألوان، ألعاب فيها ماتشنج، ألعاب فيها أصوات الحروف، اسأله كل شوية انت بتعمل ايه؟ طب ده صوت ايه؟ طب ده لون ايه؟ طب دي فاكهة ايه؟ طب ده شكل ايه؟ طب اسأله كتير. الأسئلة بتخلي الطفل يبقى ذهنه حاضر، يبقى عارف ان في طول الوقت اب بيسأله او ام بتسأله في حاجة بيعملها، مش بس هو قاعد متلقي. وده مش هدف التليفون، انا عايز استفيد من التليفون اقصى استفادة. يبقى انا اعمل ايه؟ اخليه طول الوقت محفز وجاهز للاستقبال بتاع الأسئلة. يبقى بابا قاعد يبقى هتسأل دلوقتي، ماما قاعدة يبقى هعرف منها معلومات. يبقى في تفاعل، في أسئلة طول الوقت. ممكن استخدم القصص اللي بتبقى موجودة في الفيديوهات. في قصص أطفال بتبقى لطيفة، أهم حاجة أشوف المحتوى اللي الطفل بيشوفه، أشوف إذا كانت القصص مناسبة له، إذا كان في قصص أنبياء، إذا كان في قصص هادفة بتهدف لحاجة. وأسأل بعد ما أخلص الطفل، أقول له النهاردة أنت سمعت قصة، مين كان بطل الشخصية أو مين الشخصية البطل؟ كان اسمه ايه؟ طب كانوا ساكنين فين؟ تعرف تحكي لي القصة تاني؟ طب انت استفدت ايه من القصة؟ طب عارف سيدنا آدم نزل على الأرض ليه؟ طب انت عارف أولاد سيدنا آدم اسمهم ايه؟ وتبدأ تسأله وتتفاعل معاه وتديله قصص وأناشيد وتعرفه معلومات من بعض الفيديوهات، لكن انت جنبه. الفكرة انك جنبه. هفكرك تاني، ما تسيبش طفلك يتفرج. الوقت، اوعى تسيب الموبايل لفترات طويلة، فترات قصيرة متقطعة، فترات قصيرة متقطعة على مدار اليوم. يعني لازم أول ما أفكر أدي الموبايل لطفلي لازم أكون متفق معاه إن في وقت محدد. اوعى تقع في الغلطة دي. يعني اعمل حسابك هتاخد الموبايل لمدة نص ساعة، ويفضل نص ساعة في أول أو قبل 5 سنين، نص ساعة، 3/4 ساعة. عايز تديله ساعة اديها له متقطعة، ربع ساعة في ربع ساعة في ربع ساعة في ربع ساعة، خلاص. ولكن انا بفضل ان هي تبقى نص ساعة. طيب المدة ما تبقاش طويلة زي ما انا قلت متقطعة. لو انا هديها له كاملة، اقصى مدة كاملة تبقى نص ساعة. فكرة تحديد الوقت للطفل دي ممتازة. يعني اعمل حسابك انك يوميا لو الطفل بينام مثلا الساعة 9 مساء، لازم يكون على الاقل قبلها بساعتين مش ماسك الموبايل، عشان ما يبقاش اخر حاجة في حياته قبل ما ينام هو الموبايل. يبقى مثلا في فترات النهار مثلا، وليكن هو ما عندوش حاجة في الساعة 4 مساء أو 4 عصرا، يبدأ الطفل أقول له من الساعة 4 كل يوم، الساعة 4 ل 4 ونص لو أنت عايز تاخد الموبايل هتاخده. يبقى عارف إن الساعة 4، 4 ونص يديك الموبايل بنفسه، ما أقولوش. ليه؟ لأن أنا مش مطالب إن أنا أقول له، أنا هعرفه إن الساعة دلوقتي 4 ونص، اتفضل الموبايل لو ما بيعرفش في الساعة، خلاص. او اقول له الساعه قدامك اهي، لما العقرب ده يجي على رقم 6 او على رقم 6 يبقى خلاص وقتك انتهى، من 4 ل 4 ونص، خلاص الوقت انتهى. ساعتها يعرف ان الطفل مفيش تهاون. يعني ما يجيش بيقول لي طب يا ماما انا هكمل الجيم ده بس، طب يا ماما انا هلعب اللعبه دي، طب يا ماما طب لحظه، لا. طب دقيقه واحده بس هكلم، مش طب هشوف الفيديو ده. لا، ارفض. اه... التزم بالحاجه، خلي الطفل يبقى عارف ان في قرار ومفيش رجعه فيه. قول له ببساطه ماشي، الفيديو ده عجبك خلاص احفظه وبكره تشوفه، اللعبه دي اقف عند الجيم ده واعرف انك هتكمله المره الجايه. لازم تحترم نفسك وتحترم الوقت، وطفلك اربط الموبايل بالحياه الواقعيه. كل حاجه الطفل يشوفها في حياته في الموبايل لازم يكون ليها شكل واقعي. شاف حيوانات نحاول نوريها له في الواقع، شاف فواكه نوريها له في الواقع، شاف خضروات نوريها له في الواقع، شاف بني ادمين نحاول نشوفهم في الواقع. يعني ببساطه حاول طول الوقت انك تربط العالم الافتراضي او الفيديوهات
او الالعاب بالواقع، وتحاول تعمل اي ربط ما بينهم. دي افضل حاجة، وبتخلي مدارك الطفل تبقى افضل، ويبقى عنده شغف يتعلم، وتعلمه طرق البحث العلمي. مش بس تبقى الموبايل بالنسبة له العاب ويوتيوب او جيمز وخلافه، لا، الموبايل لا، له استخدامات تانية. هعلمه في فترات سنية صغيرة انه ممكن يستخدم حاجات تانية، يعرف يجيب المعلومة ازاي وهكذا. الموبايل مش مهدئ، الموبايل مش مسكن الاكل، الموبايل مش المساعد اللي بتخلي الطفل ياكل، الموبايل مش هو المهدئ اللي انت بتخلي الطفل يبطل عياط بيه او بتخلي الطفل يبدأ ياكل بيه. اوعى تقع في الغلطة دي. الموبايل لو اتربط ذهنيا او بقى في ارتباط شرطي ما بين الاكل او ما بين السكوت، هيمسكك يطلع عينك. طفلك طول الوقت هيعيط، هيزن، هيدبدب، هيعمل كل الحيل الدفاعية عشان ياخد الموبايل، عشان يعمل اللي في دماغه. سكت بالموبايل مرة، خلاص انا عرفت اللعبة دي، ده انا مش هسكت بقى تاني غير لما الموبايل يجيلي. ده سهل قوي، اعيط شوية، ادبدب شوية، ازهق ماما وبابا شوية، اوقع لهم شوية حاجات في البيت، وابدا اخد الموبايل. دي لعبة جميلة جدا. طيب دلوقتي مش هبدا اكل غير لما الموبايل يتحط جنبي ويتفتح على حاجة، او التلفزيون يتفتح وصوته يبقى عالي كده. انا عملت ايه؟ عملت ارتباط ما بين وقت الاكل وما بين الفرجه. ده بخلاف اصلا ان ده بيسبب للاطفال ان هو ياكل بنهم وما بيبقاش حاسس بيعمل ايه، وانت بتبقى مبسوطه جدا. ده شوف بياكل حلو ازاي عشان بس شغلت له الموبايل، وتلاقيه بياكل بلا عقل لان هو ما بيبقاش واعي، هو بياكل وخلاص زي الآلة. الموبايل مش مشكله، المشكله في طريقه استخدامه ووقت استخدامه. لو بدأت تنفذ النقاط اللي انا قلت عليها دي، تأكد ان طفلك هيستخدم الموبايل بشكل مثالي، وهتستفيد من الموبايل، وطفلك يستفيد من الموبايل، وهتوصل لراحة. انت في غنى عن ان انت ما تبقاش في هذه الراحة مع طفل. لما تبدأ تطبق النقاط دي هتلاقي طفلك اتغير، واستخدامات الموبايل بقت افضل معاك، والطفل بقى في هدوء اكتر، بقى في انك قادر تستفيد من الموبايل بدل ما انه كان نقمة بقى نعمة. الطفل محتاج اب وام مشاركين، مش شاشة بس. كان معاكم احمد جمال، اشوفكم في فيديو جاي ان شاء الله. السلام عليكم.